كل ما نقلب في الموبايل، كل ما نفتح التلفزيون نلاقي ناس بتقول ثقوا في نفسكم، حبوا نفسكم، هو ده الحل. طب نعمل كده ازاي؟ نعمل كده ازاي؟ كلنا عايزين نثق في نفسنا، كلنا عايزين نحب نفسنا، بس مش عارفين. وانا برضو الصراحه ساعات كتير ما بعرفش اثق في نفسي، ساعات كتير ما بحبش نفسي، بحس ان انا بالعكس بحس انا بكرهها. بس في الفيديو ده هقول لكم 10 حاجات، 10 خطوات انا بعملها عشان احاول على قد ما اقدر اثق في نفسي واحبها اكتر. وبما ان ده هو اكتر فيديو انتوا طلبتوه مني في الكومنت، فانا عارفه قد ايه انا وانتوا وكلنا حرفيا بنعاني من مشكله قله الثقه في النفس. طب هتسالوني هل في ناس مولودين واثقين من نفسهم؟ في ناس مولودين واثقين من نفسهم، بس لو احنا مش من الناس دي هنقدر نعمل شويه حاجات ونتعود عليها ونبقى زيهم بالظبط. اول خطوه لازم تعملوها، ابعدوا عن الناس السلبيه، الناس اللي لما بتبقوا حواليهم بيكرهوكوا في نفسكم. هتقولوا لي في ناس كده، في ناس كتير قوي كده، وممكن يكونوا جدا مقربين منكم، ممكن يكونوا اصحابكم، زمايلكم في الشغل، في المدرسه، في الجامعه، بس هم باختصار اختاروا ان هم يكونوا ناس سلبيه، ناس كل ما يشوفوا حد يشوفوا ايه الوحش اللي فيه، ايه الحاجه الناقصه اللي فيه، ايه الحاجه اللي مش موجوده، بدل ما يشوفوا ايه الحاجه الحلوه، ايه الحاجه اللي الشخص ده شاطر فيها، ايه الحاجه اللي مميز فيها، لا بيشوفوا بس الحاجات الوحشه. فلما يكونوا حواليكوا ببساطه كل اللي هيعملوه ان هم يفضلوا يشاوروا على نقط الضعف اللي جواكوا، حتى لو ما كانتش اصلا حاجات وحشه فيكوا، بس هم لابسين نضاره سودا، بيشوفوا الحياه بشكل كئيب اسود سلبي، فهيشوفوا فيكوا حاجات وحشه هيشاوروا عليها، ولو الاشخاص دي قريبه منكم هتصدقوهم، للاسف هتصدقوهم. فازاي هتبقوا واثقين من نفسكم؟ ازاي هتبقوا واثقين من نفسكم لو اقرب الناس ليكوا او ناس بتقضوا معاهم وقت طويل جدا بيفضلوا يقولوا لكم على الحاجات الوحشه اللي فيكم ليل نهار عمالين يفكروكوا بيها؟ فالخطوه الاولى ابعدوا عن الناس دي تماما، عشان احنا مش محتاجين اي حد في حياتنا يشككنا في نفسنا، يشككنا في قدراتنا، يقول لنا ان احنا ما نقدرش نعمل ده، ما نقدرش نعمل ده. ومهما قلتوا لي عادي انكم مصاحبين ناس زي دول ومش بنخليهم ياثروا علينا، احنا كبشر بنتاثر جدا بالناس اللي حوالينا، مهما كنتوا مفكرين ان انتوا لا الناس دي مش بتاثر عليكم، لا مش بيهمكم رايهم، لا بيهمكم رايهم، ما تكذبوش على نفسكم. تاني حاجه بقى، عايزاكم تشوفوا الحاجه الحلوه في الناس اللي حواليكم، عايزاكم انتوا تكونوا الناس الايجابيه اللي احنا اتكلمنا عنهم في اول نقطه. يعني لما تشوفوا حد تشوفوا ايه الحاجه الحلوه اللي فيه، ايه الحاجه اللي هو شاطر فيها، ايه الحاجه اللي هو مبدع فيها، لان انتوا لما تبتدوا تعملوا كده مع غيركم هتبداوا تعملوا كده مع نفسكم. لو شفتوا الحلو اللي في الناس وشاورتوا عليه وقلت لهم الله انتوا حلوين في كذا، انتوا شاطرين في كذا، انتوا مبدعين في كذا، سبحان الله ربنا بيدينا من نفس الحاجه اللي احنا بنعملها مع غيرنا. ففجاه هتلاقوكم بتشوفوا الحلو اللي في نفسكم، حتى لو انتوا بقالكم كتير مش شايفين ليكوا موهبه واضحه، مش شايفين ليكوا صفات حلوه. ساعات كتير قوي بقى عندنا اكتئاب، مخنوقين، متضايقين، شايفين نفسنا وحشين، ما نستاهلش ان احنا نفرح ولا نتبسط. فصدقوني اول لما تبتدوا تعملوا كده مع غيركم هتلاقي نفسكم تلقائيا بتحبوا نفسكم اكتر، واثقين في نفسكم اكتر، وشايفين كل الحاجات الحلوه اللي في نفسكم. تالت حاجه، وانا عارفه انها حاجه صعبه لناس كتير فينا، اتعلموا ازاي تقولوا لا. لا 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 لاي موقف انتوا مش مرتاحين فيه، لاي حد طلب منكم طلب انتوا مش عايزين تعملوه، لاي حد بيضغط عليكم قولوا لا، ما تتكسفوش. في مصطلح اسمه people pleaser، يعني الشخص اللي عايز يرضي اللي حواليه. مش حاجه وحشه خالص ان احنا نريح اللي حوالينا ونساعدهم، كل ده انا مش بتكلم فيه خالص. انا بتكلم لما حد يكون بيضغط علينا، بيطلب مننا نعمل حاجه احنا مش عايزينها بس احنا بنعملها له عشان احنا مكسوفين. مش المفروض نتكسف، المفروض نعمل الحاجه عشان احنا فعلا عايزين نعملها. لكن لو من جوانا كل حاجه بنعملها عشان ما نكسفش اللي قدامنا، عشان ما نضايقهوش، عشان ما يزعلش مننا، ده حتى لو انتوا مش واخدين بالكم بيقلل جدا من ثقتكم في نفسكم. فعايزاكم تحسوا ان انتوا مرتاحين جدا لو في حد طلب منكم طلب وانتوا مش عارفين تعملوه، وتعتذروا منه بمنتهى البساطه وتقولوا له انا اسف، انا اسفه، مش قادرين نعمل ده، للاسف ما عنديش وقت. فكده انتوا بتحترموا نفسكم، بتحترموا وقتكم، بتحترموا مبادئكم، وده لوحده هيزود ثقتكم في نفسكم. عشان انا اعرف يا جماعه ناس كتير جدا وانا منهم ما بعرفش لو حد طلب مني حاجه اقول له لا، ما بعرفش، بتكسف يا جماعه جدا بجد. الموضوع ده مسبب لي مشكله في حياتي، ما بحبش ازعل اي حد خالص. يعني انا المشكله دي عندي وانا عارفه انه هي غلط، بس انا حتى لو بعمل حاجه وعارفه انها غلط في الفيديوهات بتاعتي بحاول ان انا اقول لكم يا جماعه دي حاجه غلط، مش عشان انا بعملها معناها انها صح، بالعكس هي حاجه نفسي قوي قوي اغيرها في نفسي، بس انا مش حابه اكون منافقه واقول لكم لازم تعملوا كده وده الصح وانا اكون بعمله. بس بصراحه في القناه دي وكل فيديوهات النصيحة
النصايح اللي انا بقدمها لكم، انا نفسي تبقوا احسن مني، مش عايزاكم تبقوا زيي او تقلدوني، انا عايزاكم تبقوا احسن. عايزه اقول لكم كل النصايح اللي بجد لو اخدتوها وعملتوها هتبقوا احسن مني بكتير. كلمي نفسك كويس بعد اذنك، كلم نفسك كويس حضرتك. يعني ايه؟ يعني الصوت اللي جوه دماغنا ده اللي عمال يكلمنا طول اليوم في كل لحظه من اول لما نصحى لغايه لما ننام، لازم يكون بيقول لنا كلام حلو. ما ينفعش تصحوا من النوم متاخرين نص ساعه، ياه انت صحيت متاخر نص ساعه، انت مش نافع، فاشل. تصحوا تفطروا حاجه مش صحيه قوي، طب تفطر حاجه مش صحيه، انت هتتخن، انت مفيش فايده فيك، انت صحتك مش كويسه، مش واخد بالك من جسمك. نروح المدرسه ولا الجامعه نجاوب غلط في حاجه، انت ما ذاكرتش كويس، اصل انت مش هتفلح، انت مفيش منك فايده. الصوت ده اللي انتوا بتكلموا بيه نفسكم هو اهم صوت في حياتكم، اهم من صوت كل الناس، اهم من صوت الاهل والصحاب والاخوات. يا جماعه الصوت ده في دماغنا 24 ساعه. لو كان بيقول لنا دايما حاجات وحشه، ولو كان دايما بينتقدنا وشايفنا ناس وحشين، لو احنا شايفين نفسنا ناس وحشين مين هيشوفنا ناس كويسين؟ اذا كان احنا شايفين نفسنا قليلين، ازاي هنطلب من اللي حوالينا يشوفنا حاجه كبيره ولا يثق فينا ولا يشوفنا ناس كويسه؟ ازاي؟ للاسف احنا بنعمل في نفسنا كده عشان حاجات كتير قوي، تعرضنا لناس كتير قوي انتقدتنا في حياتنا، فشلنا ساعات في حاجات وده طبيعي، ناس كتير وثقنا فيهم وحبيناهم وقربنا منهم وفي الاخر خذلونا، فده كله بيخلي اصواتنا لنفسنا وحشه. فانا عايزاكم من دلوقتي تعملوا التدريب ده. اول لما تلاقوا صوتكم الداخلي اللي هو كلامكم اللي مع نفسكم، صوتكم اللي هنا بيقول لكم كلام وحش، اقلبوه. يعني هو بيقول لكم انتوا صحيتوا متاخر ازاي كده، انتوا تقولوا لا انا صاحي النهارده في وقت مناسب. عملتوا غلطه في الامتحان ودماغكم عماله تقول لكم قد ايه انتوا ناس فاشله، لا انا شخص شاطر جدا وناجح جدا، انا غلطت غلطه صغيره وده طبيعي وكل الناس بتغلط وانا مش متضايق من نفسي خالص. اعملوا التدريب ده، جربوا اسبوع، ما تشتكوش من نفسكم، ما تقولوش لنفسكم كلام سلبي ولا حتى تحكوا لحد عن نفسكم حاجه سلبيه. يعني ما تجوش تكلموا صحابكم وتقولوا لهم اصل انا بصراحه مبوظه قوي في الاكل، اصل انا ما بعرفش التزم، اصل انا مش هعرف اروح الجيم. ما تقولوش الكلام السلبي ده حتى لو حقيقي، مش عايزاكم تقولوه. عايزاكم اسبوع تركزوا ان كل كلامكم عن نفسكم يكون كلام ايجابي، وشوفوا ازاي ثقتكم في نفسكم هتتغير تماما تماما. مش عايزه اسمع واحده ولا واحد فيكم بيقول عن نفسه كلام وحش. انا اتعصبت وانفعلت بس عشان بيصعب عليا قوي ان انتوا تكونوا ناس كويسه قوي وتعاملوا نفسكم بطريقه وحشه فتخلوا الناس يشوفوكم ناس قليلين مع ان انتوا ناس كويسين جدا. ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ نصيحه رقم 5، الشكل مهم، المظهر مهم. واي حد يقول لكم عكس كده او يقول لكم الشكل مش مهم، عادي نبقى شكلنا مبهدل، عادي نبقى مش مرتبين، ده بيكذب عليكم وعايزكم تفضلوا دايما ورا وعايزكم ما تمشوش لقدام ولا تتحسنوا ولا توصلوا لحاجه في حياتكم. انا هنا عشان اقول لكم الحقيقه وبس. الشكل مهم اكيد طبعا، التعليم والاخلاق وازاي بتعاملوا الناس دي اهم حاجه في الحياه، بس الشكل ليه اهميه طبعا. لان انتوا فكروا كده، لو شفتوا حد ما تعرفوهوش ايه اول حاجه بتشوفوها فيه؟ هل بتسمعوا كلامه؟ هل بتشوفوا هو مؤدب ولا لا، كويس ولا لا؟ لا، بتشوفوا شكله. فاول حكم على البني ادم هو الشكل، فلازم يكون شكلنا كويس. وانه يكون شكلنا كويس عمره ما كان بالفلوس، مش لازم يبقى معاكم فلوس كتير عشان تعملوا كده، ولا بالمظهر الخارجي، مش لازم نبقى ناس امارات ما حصلناش، لا خالص. كده كده كلنا حلوين. الفكره احنا بناخد بالنا من نفسنا ازاي. فالموضوع كله معتمد على ايه؟ ناكل اكل كويس، اكل جسمنا هيستفيد منه، نبعد عن الاكل اللي هيضرنا عشان جسمنا يبقى احسن، ونلعب رياضه نقدر نلعبها في البيت، نقدر نلعبها في الجيم، نقدر ننزل نجري، نقدر نتمشى، اي نوع من انواع الرياضه اللي تخلي شكل جسمنا احسن. ثالث حاجه واهم حاجه، دايما نبقى نضاف، دايما ضوافرنا نظيفه، شعرنا مترتب، هدومنا مكويه، ناخد بالنا من نفسنا قبل ما ننزل، ندي نفسنا نص ساعه قبل ما ننزل نجهز فيهم نفسنا، نبقى متاكدين انه شعرنا كويس، هدومنا مكويه، كل حاجه فينا مترتبه. انما فكره ان انتوا تجهزوا في دقيقه وتنزلوا على طول وتقولوا عايزين نبقى واثقين من نفسنا، ده صعب قوي. لان احنا كبشر والله حتى لو قاعدين في البيت، انا في ايام كتير ببقى مثلا مش عايزه اعمل اي حاجه، ببقى قاعده في البيت، لو فضلت قاعده كده ولا واخده بالي من نفسي ومبهدله، بحس دايما انه نفسيتي وحشه. ما اخبيش عليكم بعمل كده كتير، يعني ببقى متضايقه وببقى حاسه ان انا ولا قادره اقوم اعمل حاجه ولا قادره اخد بالي من نفسي. بس تخيلوا اليوم ده بيبقى نفسيتي طول اليوم وحشه، طول اليوم ببقى مش مبسوطه، وحتى لو فضلت مرتاحه وقاعده طول اليوم على الكنبه وبتفرج على كل المسلسلات اللي انا بحبها برضه بفضل مش مبسوطه. فهي الفكره مش ان احنا نعجب حد، مش ان احنا الناس تشوفنا تقول علينا حاجه، الفكره احنا مع نفسنا. الاهتمام بالنفس وان انتوا تاكلوا اكل نظيف هيغذي جسمكم ونفسكم وروحكم، وتهتموا دايما بنظافتكم الشخصيه وتلعبوا رياضه، دي حاجه ليكوا انتوا، حاجه مش عارفه اقول لكم ايه، بس بتعمل سحر كده جوه الانسان، بتزود الثقه في النفس بطريقه مش طبيعيه. خليك في نفسك، ما تراقبوش حد، ما تستنوش اهتمام من حد، وما تستنوش مسج من حد، ما
تستنوش مسج ماشي، قاعده دايما مراقبه الواتساب مستنياه يبعت، لا ده بيقلل من ثقتنا في نفسنا جدا. انا عايزاكم اكتر حد تبقوا مهتمين بيه في العالم هو نفسكم، لكن فكره ان انتوا تبقوا مستنيين حد يعجب بينا، مستنيين حد يشوفنا ناس كويسه، مستنيين حد يثق فينا، سوري يعني ايه، انا مش هقبل منكم الكلام ده. عايزاكم تفضلوا مشغولين في نفسكم، ازاي اخلي نفسي احسن، ازاي اتعلم حاجه جديده، ازاي اجيب درجات احسن، ازاي الاقي شغل احسن. مش عايزه اسمع انا مستنيه حد يعمل لي حاجه، لا خليكم دايما في طريقكم، مركزين على هدفكم، مركزين عايزين تعملوا ايه في حياتكم، عايزين كل يوم تبقوا احسن من اليوم اللي قبليه، ما تقارنوش نفسكم بحد خالص. وصدقوني لما هقول لكم انه ده هيعمل سحر، ولو عملتوا كده كل اللي حواليكم هيهتموا بيكم. فجاه لو انتوا مستنيين كل الناس تركز معاكم، لو ركزتوا مع نفسكم لوحدهم الناس اللي حواليكم هتركز معاكم. اتحركوا وامشوا وعيشوا كانكم اشخاص واثقه من نفسها. ازاي؟ كتافكم مرفوعه، بتمشوا بالراحه، مش مستعجلين، مش مدهولين بتجروا كده، مش ماشيين دايما باصين في الموبايل وعاملين كده، لا كتافنا مرفوعه، ماشيين بالراحه، مركزين مع المكان اللي احنا داخلين عليه، بنبص للناس اللي احنا بنكلمهم في عينيهم. يعني تخيلوني دلوقتي حد ماسك الموبايل وبيتكلم معاكم كده، ولا اكون قاعده وفارده ظهري وقاعده بتكلم معاكم وانا مبتسمه وببص في عينيكم وانا بكلمكم. هتحسوا مين واثق في نفسه اكتر؟ طبيعي هتحسوا الشخص اللي فارد ظهره، اللي بيبص في عينيكم، اللي بيتكلم بهدوء، اكتر ثقه في نفسه. الحاجات دي مش هنتعلمها في يوم وليله، هتاخد وقت، بس اللي انا عايزاكم ان انتوا من النهارده تبداوا تتدربوا ان انتوا تعملوا كده. اعرفوا انتوا مين بجد، عشان ما تصدقوش كلام اي حد غريب هيقولوا عليكم. يعني ايه؟ عايزاكم تركزوا مع نفسكم قوي، تعرفوا انتوا شاطرين في ايه، انتوا محتاجين تتحسنوا في ايه نقط القوه اللي في شخصيتكم، ايه نقط الضعف اللي في شخصيتكم، بتحبوا ايه، بتكرهوا ايه الصفات اللي في غيركم لو لقيتوها مش هتقبلوا ان انتوا تتعاملوا معاه. اعرفوا كل حاجه عن نفسكم. عايزاكم تبقوا مهووسين بنفسكم، تعرفوا نفسكم كويس قوي، عشان الشخص اللي مش عارف نفسه، مش عارف هو كويس في ايه، مش عارف نقط القوه اللي عنده، اي حد معدي هيجي يقول له انت فاشل في كذا، انت مش عارف تعمل كذا، هيصدقه، لان هو مش عارف هو مين اصلا. والناس اللي بتعمل كده كتير، ناس كتير ممكن فجأة تظهر في حياتكم تشككوا في نفسكم، تشككوا في قدراتكم، تشككوا ممكن تبقوا ايه في المستقبل. فلو انتوا مش عارفين انتوا مين، هتسيبوا مساحة وباب مفتوح كبير قوي للناس دي انها تدخل حياتكم وتخربها. ببساطة لو انا لابسة السلسلة دي وحد معدي جه قال لي وحش قوي الحلقة اللي انت لابساها، شكلك فيه بشع، هل هزعل؟ لا، لان انا مش لابسه حلقه، انا لابسه سلسله، وانا عارفه ان انا لابسه سلسله مش لابسه حلقه. فهقول ايه؟ الشخص ده عبيط، الشخص ده مش فاهم حاجه، انا اللي فاهمه، ومش هتضايق خالص من الكلام اللي هو قاله، لان هو كلام بالنسبه لي اهبل. لكن لو انا مش عارفه ان انا لابسه سلسله، ومش عارفه انا لابسه ايه اصلا، عشان مش مركزه في نفسي، وانا هنا مش بتكلم على الحلقه والسلسله، ركزوا. لو حد معدي قال لي وحش الحلقه، هقول له اه الصراحه وحش، يا انا لبسي وحش، انا اصلا شكلي وحش، وافضل مكسوفه وثقتي في نفسي هتتدمر. ده نفس الموضوع على الشخصيه. لو انتوا عارفين مليون في الميه ان انتوا ناس مجتهده في حياتها، لو جه حد وقال لكم انتوا ناس فاشله، مش هتزعلوا، مش هتصدقوه اصلا، لان انتوا عارفين انتوا ايه. بس في اللحظه اللي انتوا مش عارفين فيها انتوا مين، انتوا بتحبوا ايه، انتوا بتعملوا ايه في الدنيا دي، سهل جدا تصدقوا كلام اي حد كذب بيقولوا عليكم. سامحوا نفسكم لما تعملوا حاجات غلط. عادي جدا نغلط، طبيعي جدا ان احنا مش طول اليوم هنبقى بيرفكت، مش طول السنه هنبقى ناس ما فيناش غلطه. عادي جدا ما نبقاش عارفين حاجه معينه، نغلط في امتحان، نغلط في تصرف، نقول كلمه مش صح، ايا كان الغلطه اللي احنا غلطناها من غير ما نقصد، اكيد عادي. عادي، سامحوا نفسكم. اعرف ناس مش بتسامح نفسها خالص، وانا كنت بعمل كده في نفسي. كنت لو غلطت غلطه قد كده صغننه، سواء في امتحان، سواء مثلا قرار عملته وانا كنت مفكراه صح وطلع غلط، ما انا ما كنتش اعرف، افضل اجلد نفسي واقول قد ايه انا كنت فاشله، وقد ايه انا غبيه، واقول كلام سيء لنفسي. اول ما بدات اسامح نفسي على اي خطا بعمله، واقول الاسراء حرفيا انا بعملها كانها بني ادم تاني، انا مسامحاكي، انت ما كنتيش تعرفي، انت ما كنتيش تقصدي. ثقتي في نفسي زادت اكتر بكتير، ما بقتش اخاف اتكلم مع حد، ما بقتش اخاف اعمل حاجه جديده، ما بقتش اخاف اجرب حاجه، لان انا عارفه حتى لو الحاجه دي طلعت مش احسن حاجه، حتى لو غلطت عادي، ما انا هسامح نفسي. انما لو ما سامحتوش نفسكم وفضلتوا تقسوا عليها وتقولوا لها كلام سلبي، وانا مش مسامحاكي، ازاي عملتي كده؟ عارفين الناس اللي هي قبل ما بتنام بتفضل تفتكر المواقف اللي عدت في حياتها، تفضل تقول قد ايه هم كانوا غلطانين في الموقف ده، ده غلط جدا، ما تعملوش كده. سامحوا
نفسكم واسمحوا لنفسكم ان هي تعمل حاجات غلط، عشان احنا بشر وطبيعي نغلط. اللي مش طبيعي ان احنا نكمل في الغلط ده، انما لو صلحناه على طول ده طبيعي. اخر حاجه، ما تكونوش ناس ممله. يعني ايه ما نكونش ناس ممله؟ عايزاكم تجربوا حاجات جديده، عايزاكم يبقى عندكم هوايه، حاجه بتحبوا تعملوها، لغه جديده بتتعلموها، رياضه جديده عايزين تجربوها، قراءه قران، تعملوا حاجه مميزه في حياتكم. ما تفضلوش واقفين مكانكم، ده بيقلل جدا من ثقتنا في نفسنا، عشان احنا بنستمد ثقتنا في نفسنا من الحاجات اللي احنا بنعملها. فلو فضلنا نعمل نفس الحاجات دايما وما كانش عندنا مواهب، حاجات جديده بنجربها، حاجات جديده بنكتشفها، هنفضل حاسين ان احنا ناس ممله، ناس ما عندناش حاجه نقدمها. فعايزاكم دايما تكونوا بتدوروا على تحدي جديد في حياتكم تعملوه، وما تخلوش حياتكم فاضيه، لا املوها حاجات حلوه. وعايزاكم كمان تملوها حاجات انتوا بتخافوا ان انتوا تعملوها. يعني مثلا ناس بتخاف ان هي تتكلم قدام مجموعه، حد بيخاف يقوم يقرا الدرس قصاد حد بيخاف يقوم يعمل برزنتيشن او يقدم حاجه قدام الناس. لا اعملوا كده. لو انتوا بتخافوا، اول لما يبقى عندكم برزنتيشن اطلبوا ان انتوا اللي تقدموها، وقفوا قدام الناس كلها واتكلموا كده. انتوا بتتحدوا نفسكم، ولما تنجحوا في التحدي ده الثقه في النفس هتبقى مليون. فبجد وجود حاجه جنب الدراسه، جنب الشغل، جنب الحياه، حاجه كده على جنب، موهبه، رياضه، اي حاجه هتفرق جدا في ثقتكم في نفسكم. وبكده هكون خلصت ال10 نصايح اللي انا بجد بقولهم لكم من قلبي. بجد عايزاكم تبقوا احسن ناس في العالم. عايزه اقول لكم كل خبرتي، كل الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي، كل الحاجات اللي انا كان نفسي حد يقولها لي من بدري، بقولها لكم انتوا دلوقتي. فاستغلوا الفرصه دي وحاولوا تعملوا معظم النصايح دي. حاولوا تعملوا على قد ما تقدروا، ان شاء الله تعملوا نصيحه 2 3، اي حاجه، حتى لو حاجه واحده بس. وبجد لو فرقت معاكم هتبسط قوي لو شاركتوني تجاربكم وقلتوا لي الفيديو ده فرق معاكم ازاي، عشان بجد لما شفت الفرق اللي عملوا معاكم فيديو المذاكره انتوا مش متخيلين فرحت قد ايه وتحمست قد ايه ان احنا نكمل في القناه دي مع بعض. عشان انا حاسه من واجبكم عليا ان انا اشارك معاكم كل حاجه اتعلمتها، عشان انتوا ما تقعوش في نفس الغلطات اللي انا وقعت فيها. وبس كده، اكتبوا لي في الكومنتس عايزيني اكلمكم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. وانتوا عارفين ان انا دايما بعمل الحاجات اللي انتوا بتطلبوها، عشان بحس انه الحاجه دي انتوا محتاجينها دلوقتي فبنزلها لكم بسرعه. وبس كده، مبسوطه قوي ان انا اتكلمت معاكم النهارده.